السلام عليكم. النهارده الحلقة حلقة رد الجميل. النهارده احنا هنتكلم على دكتور محمود سعد. دكتور محمود سعد هو حاليا موجود في إحدى مستشفيات المهندسين. هو للأسف يعني هو مصاب بكوفيد 19، فيروس كورونا الموجود حاليا في العالم كله. دكتور محمود سعد، احنا الفيديو ده بنقول لك احنا بنرد لك الجميل، احنا كمدربين مصر بنرد لك الجميل يا كابتن. احنا بنفكر الناس بمين هو دكتور محمود سعد، الناس الصغيرة اللي ما شافتوش، او الناس الكبيرة اللي ممكن تكون نسيت. دكتور محمود سعد هو مواليد سنة 1953، محافظة القليوبية. دكتور محمود سعد انضم لنادي الزمالك وهو سنه صغير جدا، كان سنه 16 سنة، في ناشئين نادي الزمالك. الكلام ده سنة 1968. كان في كوكبة كبيرة جدا من نجوم نادي الزمالك في الفترة دي. كان كابتن فاروق جعفر، وكابتن غانم سلطان، كابتن علي خليل. الفترة دي كانت فترة فيها ناشئين كتير. نادي الزمالك نادي محترم. اتصعد الدكتور محمود سعد للفريق الأول سنة 1970. الفترة دي كانت في حرب الاستنزاف في مصر، ووقف النشاط خالص الفترة دي تقريبا لغاية سنة 1975. الفترة دي دكتور محمود سعد انتقل للبنان فترة احتراف. وبعد عودة النشاط تاني الدكتور محمود سعد رجع على بيته طبعا على نادي الزمالك، وفضل في نادي الزمالك من سنة 1975 لسنة 1981. الفترة دي كانت فترة قوية جدا بالنسبة له، لأنه حصل على تقريبا 3 كاس ودوري. بعد كده حصلت له إصابة واضطر طبعا يعتزل. هو هنا خلاص كان ساب الكورة، ساب الكورة كلاعب، ولكن بدأت بقى مرحلة المدرب. في نفس السنة تقريبا في الجهاز المدير الفني اليوغوسلافي مايكل ايفرت انضم دكتور محمود سعد للجهاز، وقعد معاه السنة دي. وبعد كده نزل على الناشئين، قطاع الناشئين. وكان ليه الفضل طبعا في وجود او اكتشاف نجوم مهمة جدا في نادي الزمالك ومنتخب مصر، على رأسهم طبعا الكابتن حازم إمام، وكابتن مدحت عبد الهادي، كابتن محمد صبري، وغيرهم طبعا يعني. بعد كده فترة سنة 1986 1987 انضم للجهاز الفني بقيادة الإنجليزي باركر. والسنة دي الزمالك حصل على بطولة أفريقيا للأندية، أندية الأبطال. والسنة دي رحل، يعني بعد ما خد البطولة رحل لباركر. وفضل كابتن محمود سعد مع الجهاز الفني تحت قيادة المدرب الكبير كابتن عصام بهيج. وفي سنة 96 97 انضم للجهاز الفني برضو بقيادة الألماني ويفرنر. بعد كده سافر كابتن محمود سعد للبنان، ودي كانت فترة مهمة جدا في حياته. دكتور محمود سعد كان المشرف على المنتخبات في لبنان. الفترة دي كانت طفرة للمنتخب اللبناني، لأن هو صعد لنهاية كأس الأمم الآسيوية في تايلاند سنة 1998. دكتور محمود سعد اتشهر في نادي الزمالك بأن هو رجل أزمات، لأن كان أي مشكلة تحصل كان على طول يستعينوا بالدكتور محمود سعد. دكتور محمود سعد سنة 2000 انضم للجهاز الألماني يوتفستر، ودي كانت طفرة برضه في نادي الزمالك. حصل معاه بطولات كويسة جدا، وده كان مشرف جدا يعني. وبرحيل يوتفستر الإدارة أبقت طبعا على دكتور محمود سعد مع البرازيلي كابرال. الفترة دي كان، أو الجهاز ده كان قوي جدا. الجهاز ده كان فيه كابتن طارق يحيى وكابتن أحمد رمزي، فكان جهاز يعني محترم جدا. وكان فيه طبعا كابتن عصام مرعي، يعني كان جهاز كان قوي جدا يعني. ونادي الزمالك قرر اسناد المهمه التدريبيه اسناد المهمه التدريبيه للكابتن محمود سعد بشكل مؤقت في سنه 2006 2007 حتى تولي الفرنسي
مستر هنري ميشيل لنادي الزمالك. وسنة 2009 رجع تاني كابتن محمود سعد، ودي كانت آخر مرة أو آخر مرحلة وآخر فترة يمسك فيها أو يتولى فيها تدريب نادي الزمالك، ودي كانت في جهاز السويسري ميشيل دي كاستاو. بعد كده خلاص كابتن محمود سعد ساب تدريب في نادي الزمالك تماما يعني، وكان حصل مع نادي الزمالك زي ما قلنا هو لاعب على 4 بطولات، 3 كاس ودوري. لكن هو مدرب حصل مع الزمالك على 12 بطولة، وده كان انجاز قوي جدا يعني صعب تلاقي واحد معاه عدد البطولات دي كلها كمدرب. هو حصل على 3 ابطال افريقيا، وحصل على الدوري المصري مرتين والكاس مرتين، وتقريبا ابطال الكؤوس مره، والسوبر الافريقي مره، والافرو اسيويه مرتين. دكتور محمود سعد حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في قطاع الناشئين والنشء الكروي. دكتور محمود سعد لو هنتكلم عليه، دكتور محمود سعد إنسان قبل أي حاجة. دكتور محمود سعد راجل محترم. دكتور محمود سعد بعد توليه منصب الاتحاد أو المدير الفني لاتحاد الكورة خلفا للكابتن فاروق جعفر، المدربين حسوا ان ليهم ظهر، المدربين حسوا ان ليهم كبير. الراجل ده كان همه المدربين بس، ازاي يطور المدرب، ازاي يعلي فكره، ازاي يوصل لهم. هو اللي كان بيوصل لهم، مش ما كانش بيستنى المدرب يوصل له، لا لا لا، هو اللي كان بيروح له لغايه مكانه. الدكتور محمود سعد كان على طول لف مصر من شرقها لغربها، كل مكان كان بيتواجد فيه دكتور محمود سعد. دكتور محمود سعد كان بيروح كل المحافظات يعمل دورات تدريبيه مجانيه طبعا للمدربين، كان بيحاول يرتقي بيهم ويوصل بيهم لمرحلة مهمة جدا. دكتور محمود سعد هو دلوقتي في أمس الحاجة للدعاء. احنا كمدربين، وتقريبا عايز اقول لحضراتكم حاجه، ان مفيش تقريبا مدرب ما تلمسش على ايد الدكتور محمود سعد، لو مش في الدورات الاساسيه او دورات الاتحاد الافريقي السي والبي والاي، فهو تلمذ معاه في الكورسات والدورات اللي هو كان بيحضرها. اخر حاجه كان في رمضان اللي فات ده، كان على طول عن طريق الفيديو كول، كان كل يوم كان بيدي كورسات ودورات مستمره يعني. دكتور محمود سعد لو اتكلمنا عليه كتير، احنا مش هياخد معانا حلقه او 2 و3. دكتور محمود سعد راجل محترم، راجل مفيش مدرب في مصر ما يعرفش مين هو دكتور محمود سعد. احنا من هنا بندعي له، بنقول له ان شاء الله ترجع مكانك تاني، ان شاء الله ترجع لبيتك. مدربين مصر كلها محتاجينك يا دكتور، والله اتعلمنا منك كتير جدا، وفعلا مستني منك انت ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه، وان شاء الله تبقى معانا تاني. بتمنى من اي حد يشوف الفيديو ده، اي حد مدرب او مش مدرب، ليه علاقه بالكوره ملوش علاقه بالكوره، يدعي له وان هو ان شاء الله يقوم بالسلامه، ويدعي لكل المصريين، يدعي الناس كلها التعبانه والمريضه، الناس كلها ترجع بالسلامه، والناس كلها تخف ان شاء الله، وربنا يرفع عنا الوباء اللي احنا فيه ده، نرجع لحياتنا الطبيعيه تاني، نرجع لحياتنا اللي كنا فيها تاني وعايشين فيها. طولت عليكم، بس الدكتور محمود سعد يستاهل اكتر من كده، يستاهل اكتر من فيديو، اكتر من حلقه. تمنياتنا لحضرتك بالشفاء يا دكتور محمود، وان شاء الله ان شاء الله ترجع تاني لمكانك، وشكرا. السلام عليكم.